في الساعات القليلة الماضية انتشرت صور تشريح جثمان أم فهد أثار حالة من الجدل في العراق عبر منصات التواصل الاجتماعي ما بين مصدق لهذه الصور وبين المكذب لها، وليكن بعض التفاصيل حول ما يحدث. في الساعات القليلة الماضية انتشرت صور جديدة لجثمان أم فهد أثارت الجدل الكبير على منصات التواصل الاجتماعي، وتظهر الصور وشم طبع على صدر أم فهد العراقية. ويتضح لنا إن كلمة الوشم على صدر الراحلة أم فهد هي بنت الشيوخ، وهذه العبارة أثارت جدلا واسعا بين جمهور البلوجر العراقية الشهيرة والتي قتلت يوم الجمعة الماضية بنيران مسلح مجهول. هذا وقد زعمت الصفحات التي نشرت صور تشريح جثمان أم فهد إن هذه الصورة ملتقطة من داخل مصلحة الطب الشرعي أثناء فحص الجثمان، وهذه الصور يتم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولم تنشرها أي جهة رسمية بالعراق، ويجب العلم أنه لم يتم التحقق من صحتها إلى الآن. وحاول بعض الأشخاص تفسير معنى كلمات الوشم سابقة الذكر أو إيجاد أي شيء يشير إليه، وفي نفس الوقت قام البعض بالسخرية من صور تشريح جثمان أم فهد ومن كلمات بنت الشيوخ، متهمين هذه البلوجر في عرضها. أيضا استنكر الكثيرون استباحة حرمة الموتى والقيام بتسريب صور تشريح جثمان أم فهد من داخل الطب الشرعي، كما شكك البعض إن هذه الصور تخص بالفعل جثمان أم فهد. العديد من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي استنكرت نشر صور تشريح جثمان أم فهد، متسائلين أين حرمة الموتى، وفي نفس الوقت سخر البعض من هذه الصور لأم فهد ميتة كنوع من الشماتة في المتوفية. ومن التعليقات أيضا تم تشريح جثمان أم فهد لكن لم يتم تشريح هاتفها من ملفات فساد ضد كبار المسؤولين والضباط. وبكده كنا نقلت لحضراتكم بعض التفاصيل حول الجدل المثار عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب تسريب صور جثمان أم فهد من داخل الطب الشرعي.